تتعدد طرق تشجيع المنتخب الوطني العراقي، منها التواجد في الملعب للمؤازرة، وأخرى بث الروح الحماسية التي تعطي طاقة إيجابية للأسود، وغيرها من الأشياء الجميلة، لتكون بطولة كلية الرشيد بكرة القدم الخماسي هي إحدى الفنون التشجيعية لهم، إذ تعد من النشاطات الطلابية المهمة التي يقيمها القسم. استكمالا لفرحة فوز المنتخب العراقي على المنتخب العماني وفي تصفيات المؤهلة لكأس العالم، أقمنا هذا النشاط الطلابي الذي كل سنة يحدث في خلال هذه الفترة ليكون حافز للطلبة في خلال دراستهم، أنه يكون في النشاط طلابي تعاونون بيناتهم خلال لعبة كرة القدم. البطولة هي دعما إلى منتخبنا الوطني بعد فوز على المنتخب العماني. نطمح ونتمنى إن شاء الله نكرر ما فعل منتخبنا بال 86 بهدف الراحل أحمد راضي، وإن شاء الله بهذا الجيل وبعد ما سنحت لنا الفرصة أنه نقاطنا زادت، وأكيد تنتظرنا مباريات إن شاء الله بالجولات المقبلة، وعندنا عدة مباريات بملاعبنا. البطولة أخرجت الطلاب من إطار الدراسة ومصاعبها لتزداد الألفة والمحبة والتعارف فيما بينهم بهذا الملتقى الذي رسم الابتسامة على الجميع. نشكر كلية رشيد على هاي البطولة الحلوة، على هاي اللفتة الحلوة من عندهم، انه طلعونا من جو الامتحانات وجو الدراسة، وهاي جابونا هنا حتى نتعرف على الوجوه الطيبة وشوي نمارس الرياضة. وطبعا هاي البطولة نهديها للمنتخب والشهداء فلسطين وشهداء لبنان، وكنا وياهم، كنا داعمين المنتخب اكيد بهاي التصفيات، وان شاء الله نحقق التأهل منتخبنا لكأس العالم. ان شاء الله نحقق الحلم من تأهل المونديال، طبعا حلم كل شاب وحلم كل عراقي وحلم كل امرأة وكل طفل، نطلب منهم ان شاء الله انه نتأهل لكأس العالم. لكل بداية نهاية، فالمباراة الختامية للبطولة شارك فيها فريقا الصيدلة المرحلة الرابعة والخامسة. اللقاء بدأ بقوة وسرعة، وهذا ما أعطى جمالية له، إذ بقي الفريقان يتسابقان من أجل تحقيق الفوز. طلاب المرحلة الرابعة بذلوا جهودا كبيرة وعرفوا كيفية التلاعب بالمنافس ليصلوا إلى خط الانتصار محققين 3 أهداف لهدف. يبقى الدعم للمنتخب مستمرا لا ينقطع ومن جميع الاتجاهات، وهذه البطولة هي خير دليل على ذلك. بالرغم من بساطتها لكنها حملت رسائل عديدة للدعم والمؤازرة من جميع الرياضيين حتى تحقيق الحلم المنتظر، وهو التأهل إلى كأس العالم. زيد غالب، العراقية الرياضية، بغداد.